السلام عليكم الخوت. موضوع ديال اليوم هو مهم بزاف وعلى واحد السر بسيط، هو الاساس ديال التغيير والوعي. كنظن ان كل واحد فينا وصل لواحد المرحله في حياته بقى غير كيسول علاش كنخاف بزاف، علاش كنبغي نتحكم في كل شيء، وعلاش كنحس بالخوف واخا درت كل شيء. يمكن حتى تسول راسك واش يمكن نعيش مرتاح الا سلمت. انا عارف راه صعيب تبغي تسيطر على حياتك، وكتخاف توقع شي حاجه خارجه على الخطه ديالك، وكتخاف تفشل، وكتخاف تخسر، وكتخاف تفقد السيطره. ولكن شنو الا قلت لك انا الراحه ماشي في المراقبه، ولكن الراحه في الثقه. في الثقه انا كلشي كيتصرف بحكمه، وحتى في الاوقات اللي ما كتبانش فيها الحكمه كتجي لحظه كتوقف وكتحس راسك عييتي من الجري، من التفكير، ومن المقاومه، ومن الضغط. وكتقول انا درت جهدي، ولكن علاش الحياه معقده؟ شحال من مره وقعت شي حاجه وقلتي علاش هكا، ومن بعد قلتي الحمد لله وقعت. هنا كاين المعنى، هنا كاين التسليم، انك تفهم بانك ماشي بوحدك، وان اللي كيدير الحساب هو الله ماشي انت. والتسليم ماشي يعني تبقى ساكت بلا حركه. التسليم يعني انا غادي ندير جهدي، ولكن غادي نخلي الله يكمل. راه كاينه واحد الراحه فاش كتقول يا ربي خديت بالاسباب والباقي عليك. وهادشي ماشي ضعف، هادي قوه الايمان. واخا ماشي كلشي كيف ما بغيتي، راه في البلاصه الصحيحه، لانك تحت رحمه واحد الحكمه كتفهم اكثر منك. كلشي بيد الله، وهاد الكلمه ماشي غير شعار، هادي حقيقه. فاش غادي ترخي غادي تبدا تحس بالطمأنينة، غادي تعرف ان الله كيسوقك بطريقته الخاصة لشي حاجة احسن من الظن ديالك. خليها عليه وخذ نفس عميق وارتاح. حيت علاش كنكونوا باغيين نتحكموا في كل شيء، في العلاقات، في المستقبل، في الاحداث. كنخططوا وكنبغيو الحياة تمشي على المقاس، وملي كتخالفنا كنتعصبوا وكنخافوا وكنتقلقوا. ولكن واش عمرك شفتي شي حاجه تبدلات بالمقاومه؟ الواقع ما كيتبدلش بالغوات، كيتبدل بالفهم وبالقبول. وانت كتقاسي ماشي حيت الحياه قاصحه، ولكن حيت كتشد في شي حاجه خاصها تمشي. والتسليم ماشي كسل، ماشي كتقول خليها على الله وتنعس، هو تدبير ديال الجهد وتخلي النتيجه على الله، وتخدم وتقول اللهم يسر وخذ بيدي، إلا فيها الخير سهلها. وهو تعيش بثقة في الله ماشي في خطة عقلك. وهاد الثقة هي اللي كتريح، كتخليك مرتاح حتى وسط الغموض. وعمليا كيفاش تسلم؟ وكل مرة حسيتي بالتوتر، بالخوف، قول راه الله عارف وانا ما عارف والو. خذ نفس وردد في الخاطر ديالك انا راضي بالقضاء، كان آمن أن الخير جاي. وتأمل في الموقف وسول راسك شنو باغي الله يعلمني، وما تحكمش بسرعة، حيت شي مرات الخيبة ديال اليوم كتولي هدية ديال الغد. الارتخاء ماشي كسل، ولكن هو وعي ويقين. فاش كتكون مرتاخي كتسمع الصوت ديال الروح ديالك، ما كتشدش في الأشياء، كتخليها تمشي وتجي. القرارات اللي كتجي في هذه الحالة كتكون نابعة من السلام ماشي من الخوف. كتعرف الفرق بين الإيمان والتعلق، كتعرف أن الإيمان كيخليك خدام ومرتاح. كتقرأ الصورة ديال الفاتحة، إياك نعبد وإياك نستعين، يعني خدم ولكن خلي الهون على الله. إذا مشات عليك شي حاجة آمنا الخير في اللي بقى. فاش كتقلب على شي حاجة وما كتلقاهاش قول اللهم أريني الخير في هذا الضياع. فاش كيشدك التوتر قول اللهم لا علم لي ولكن أنت علام الغيوب. وكل صباح ذكر راسك أنا عبد والله هو المدبر. وجرب يوم واحد تعيش في التسليم، متقاومش، ما تزربش، عيش اللحظة وخفف على راسك. غتشوف كيفاش الحياة كتولي خفيفة، وكتخلي كلشي في المكان ديالو، وكتحسب راسك أخيرا مرتاح. كتجري وكتخدم وكتخطط وتبغي تبني وتحقق وسط هذا الاندفاع. كتجي لحظة
كتوقف، ماشي حيت بغيتي توقف، ولكن حيت الدنيا وقفاتك. كتلقى راسك وسط عاصفة، الخطط كتفشل، الأحلام كتتبخر، وكتقول علاش. كيجيك الجواب سلم. ولكن شنو هو هاد التسليم؟ شنو يعني تسلم لله؟ ماشي استسلام، ماشي ضعف، ماشي تقول مكتوبة وتسكت. التسليم هو فن، هو لحظة كتقول فيها أنا درت اللي عليا ودابا نسلم الأمر لله. أنا عشت لحظات كنت باغي نسيطر على كل شيء، كنحسب لكل شيء، ولكن القدر ماشي ديما كيف ما بغيت. وكل مرة بغيت نفرض السيطرة كنت كنعاني، حتى جا واحد النهار قلت يا ربي، خديت بالأسباب ودابا نرخي ليك. ومن تما حسيت براحة عمرني ما حسيت بها، راحة من الداخل، من لحظة كتآمن فيها أنك ماشي بوحدك. شحال من حاجة قلت عليها خسارة ولات نعمة، شحال من طريق تسد وتفتح باب جديد ما كانش في الحساب. وهنا تعلمت التسليم، تعلمت أنا ربي ديما عارف أكتر مني، وأن اللي كيبان اليوم ظلم راه غدا غيبان وغادي تشرح. فاش كتسلم ماشي كتسكت، بالعكس كتخدم، كدير جهدك، ولكن كتخلي نتائج على الله. انا ما كنقولش ليك تكون متواكل، كنقول لك خدم، ولكن ما تحبطش الا ما مشاتش كيف بغيتي، حيت اللي جاي غالبا احسن. انا مره كنت في مرحله صعيبه، المعنويات هابطه، كنت كنحس بالظلام بالقنطه، ولكن وسط داك الظلام بدا يطلع نور، بدا يتولد فهم جديد، بدا يخرج واحد السلام داخلي. علاش؟ حيت رخيت وسلمت، ما بقيتش كنحاول نتحكم، بديت كنسمع، كنشوف، كنعيش اللحظه. وكتلقى ان منين كتسلم ماشي كتحبس، ولكن كتسمح للحكمه الالهيه تخدم. التسليم هو ثقه وسط الغموض، وتقول في الداخل ديالك التسليم هو ثقه وسط الغموض، وتقول في الداخل ديالك اللهم إلا كان فيها الخير سهلها، وإلا ما فيهاش فصرفها عني وصرفني عنها. باش توصل لهاد الحالة خاصك كل مرة تقلق تسول راسك شنو كتعلمني هاد اللحظة، ورد الاعتبار للنية، دير الخير وبلا ما تشوف النتيجة دابا. ودائما آمن أن كل حاجة كتجي بتوقيتها، حتى إلا ما فاهم والو فكر أن المدبر هو الله، وذكر راسك كل صباح إنك عبد وأن المدبر هو الله. الناس كيسحاب لهم التسليم كيبعدك من الحياة، ولكن في الحقيقة كيقربك للحياة. بحال إلا كنتي وسط عاصفة وفاش سلمتي لقيتي راسك وسط بحر هادئ، ما بقيتيش كتغرق، ولكن بديتي كتشوف اللي كتشوفو في هاد الحالة ما كيشوفوش اللي باقي كيتقاتل. فاش تسلم كتسمح للروح ديالك ترتاح، وكتخلي النور يدخل، وكتبدا تعيش الحياة ماشي غير كتجري فيها. راه الحياة ماشي صراع، الحياة تجربة، وكل لحظة كتخبي فيها معنى، والمعنى كيبان فاش كترخي وتسلم. واخا ماشي كلشي كيف ما بغيتي، راك ديما في مكانك صحيح، وخليها على الله وتنفس وارتاح.